زياده رواتب المعلمين، ثم في بعدها اتفقنا ان احنا يتعمل اضراب على يومين، اعتقد كان 17 و18 حاجه زي كده. فدي كانت بدايه الاعلان الحقيقي. يطلع من الباقي اليوم على فكره. ايوه كانت دي بدايه الاعلان الحقيقي للمعلمين عن وجودهم وتعبيرهم عن نفسهم. طبعا احنا بعد كده في شهر 10 حصلت تظاهرات اخرى وكملنا في مجموعه تظاهرات متتاليه، لكن اعتبرنا وقتها ان العيد الحقيقي للمعلم هو العيد اللي المعلمين اكتشفوا نفسهم فيه، اكتشفوا ان لهم وجود ولهم قدره على التاثير في القرارات السياسيه المتعلقه بالتعليم وفي القرارات الجانب المهني المتعلق بالتعليم. في اليوم ده اعلنا فيه ان بعد كده هيبقى سنويا هيبقى عيد المعلم، واعتقد ان احنا واظبنا منذ هذا العام وحتى هذا العام على الاحتفال سنويا. طبعا الاعداد بتقل كل مدى وربما كمان يعني عندنا آفة لدى المصريين جميعا اللي هي آفة التشرذم دي. فبعد ما كان في نقابة المعلمين بلا نقابة ونقابة المعلمين المستقلة، بقى في نقابات كثيرة واختلافات كثيرة. طبعا كلهم زملائنا وكلهم قادة وكلهم ناس مؤثرين، لكن فضل مشكلتنا وآفتنا جميعا هي آفة التشرذم والانقسام ما بيننا. الحقيقة كان ده هو سبب هذا الاحتفال. اعتقد في الصين بيحتفلوا لمناسبة وطنية، اعتقد حاجة متعلقة بالاستقلال الوطني عندهم في نفس اليوم، في يوم 10 سبتمبر. احنا لما جينا السنة دي نفكر نعمل 10 سبتمبر عشان نحتفل بالعيد ده، فقلنا حتى هنحتفل بيه لو بشكل رمزي، لكن نحتفل بيه بطريقتنا. يعني المعتاد ان الاحتفالات يجي الرئيس او الوزير او كذا ويروح قاعه ضخمه ويتم دعوه اشخاص فيخشوا لابسين السموكينج ومجهزين نفسهم على هذه القاعات اللي هيجوا فيها، ثم يتم تكريم بعض المحاسيب وبعض مش عارف ايه. واحنا شفنا ان احنا تعالوا يبقى لنا طريقتنا الاخرى في الاحتفال. وفي طريقتنا الجديده دي في الاحتفال قلنا الاحتفال هو ان هنشوف هموم المعلمين ايه. هذا هو احتفالنا، خاصه ان احنا قصاد مجموعه قضايا، لان احنا في اسكندريه فراعينا الخصوصيه السكندريه واحنا بنختار برنامج العمل في هذا الجيل. فحضراتكم هتلاحظوا هنا مكتوب نادي، مكتوب معاشات المعلمين، خصومات المرتب والمكافأة، وأنا سمعت إن بعضكم عايز يناقش الإثابة. أستاذة مرسيل عايزة تناقش الإثابة. أيوه. ومشكلات نادي المعلمين، ومشكلات نادي المعلمين اللي احنا ابتدينا. طبعا مشكلات نادي المعلمين المفروض المعلمين مسؤول عنها، بس احنا لاول مره نكتشف ان مش مشكلات نادي المعلمين التي ليس مسؤولا عنها المعلمين، لان لم يعد النادي تحت سيطره المعلمين اصلا. يعني في قطاع واسع في النادي دلوقتي تم تاجيله واصبح تحت سيطره فئات معينه. فقلنا ان احنا هنعمل حوار حوالين القضايا الاربعه دول ونصل فيه لاستخلاصات بعينها، وهي دي تمثل بدايات لشغل متنوع. كان في عدد من الزميلات كلموني امبارح، بس انا مش ملاحظ ان في حد فيهم جه، كانوا بيتكلموا حوالين موضوع التسويات اللي هو متعلق بفكره حصولهم على الليسانس وكده اثناء العمل، ثم عدم التسويه لهم حتى الان. وبعض زميلاتنا من الاداريات وبالذات في اداره شاب كانوا يكلمون حوالين عدم التثبيت لهم وهذه المشكله، ولكن يبدو ان في حاله من حالات الابهام الشديده لهم، لان في واحده فيهم كلمتني قالت لي لما تعرف انك انت بتدعو الناس وتكلم الناس حوالين مساله الدعوه،
واحده فيهم قالت لي ان احنا ان احنا عايزينك انت تطرح لنا الموضوع ده، بس عشان احنا بقى عددنا قليله وبيتعلم علينا في الاداره، وبالتالي بيبقى في موقف من التعاون معانا. وانا كان ليا رايي الصراحه ساعتها، قلت له مش ما حكى بنتك مثل ده. فيعني اذا ما كنتيش قادره او ما كنتوش قادرين تدافعوا عن حقوقكم حتى بالكلام، قولوا ما تقولكوش تعملوا اي حاجه. طب ازاي هتاخد الحق يعني؟ الحقوق لا تؤخذ بطريقه الا ان الانسان بنفسه يدافع عنها. في النهايه انا عايز اشكر حضراتكم على تحملكم وعناء الحضور، واحنا كل مره نقول لكم في مكان، مره نقول لكم كومنتات، بعدين نقول لكم سيدي بش، وبعدين نقول لكم مش عارف. فانا عارف ان ده ربما يعني بيكون بيمثل قدر من المعاناه ليكم، بس يعني اشكركم جدا جدا على حضوركم. وانا يعني تسمحوا لي كده ان احنا نبدا لقائنا ده بالحديث حول موضوع معاشات المعلمين، وهيدير الحوار حوالين هذه القضيه معانا الاستاذ ابو العزم. اتفضل يا فندم. يا مرسوم سواء من الطلبه ابتداء من رياض اطفال لغايه ثانويه عامه، مدارس خاصه، كل ده بيخش النقابه ليها فيها جزء من الحصيله بتاعتهم. فين الفلوس دي راحت؟ لنا مستشفيات، لنا صيدليات، لنا نوادي، لنا فنادق، لنا اراضي عقارات، ولنا بيوت وعمارات. الفلوس دي فين كلها بتروح؟ صالات الافراح اللي في معظم النوادي النهارده كلها بتخش النقابه. فين الفلوس دي يعني؟ ويقول لي مش قادر اديك معاش. النهارده في حكم بات ونهائي، حكم قضائي بالنسبه لصندوق الزماله اللي احنا بندفعه كل سنه، كل شهر بتخصم مننا. انت اللي حصل عليه اللي طلعوا على المعاش حصلوا على نص القيمه اللي المفروض ياخدوها، نصها بس، وصدر حكم نهائي من المحكمه والنقابه استأنفت عليه وعملت عليه استئناف عادي وعملت عليه ثاني استئناف، ورجع تاني رد القضاء بان لا يجوز الطعن، لان هذا الحق اخر مره كانوا عملوها بانه صور بالادميه. كان رد المحكمه ان ده حق مدني خاص لا يسقط بالاقدميه لانه مش داخل تحت قانون المعاشات. لان مين اللي انشا الصندوق؟ صندوق انشئ بعيد عن باشراف النقابه لكن برضه باموال مين؟ باموال خاصه مننا. فاحنا يا ريت اللي انا بطلبه منكم حاجه واحده، ان كل زميل موجود معانا دلوقتي اتمنى انه يقدر يجمع كمان 3 4 أو 5 ونعد الاجتماع فعلا، اجتماع يكون اجتماع فعلا او ندوه نقدر نتناقش فيها عن حقوق المعلمين. المعلم لو لقى حد يشجعه، صدقوني زي ما قال الاستاذ محب، ايام الثوره ظهرت الروح المصريه فعلا. ظهرت روح المواطن المصري اللي لو لقى دافع له بيبدا يتكلم ويبدا عنده الجرأه ويطلع منه احسن ما يكون. فيا ريت احنا بقى نبقى العناصر دعمه اللي تقدر تستلم محتوى اللي تقدر تجمع الزملاء. ونتمنى نعد الاجتماع اللي جاي يجمعنا افراد لا نبقى عشرات. اتمنى من كل زميل وزميله ان هو يكون يعني مركز ان هو يتحول حواليه بعض المدرسين وبعض المدرسات. يا ريت نبدا الاجتماع الجاي يكون كل واحد جايب معاه حتى 2 أو 3 من زمانه. يا ريت. الناس حتى لو كان في اسم، بدل ما اجري ورا واحد اخوان واقول له تعالى انت ارهابي وانت لا، هجيبه واقول له انت حرامي وسرقت. ليه حكم جه النهارده، جه بكره، جه بعد 100 سنه مات بره، يبقى هو خد حكم بان هو حرامي وسرق. للاسف الدوله متقاعسه خالص، والنقابه متقاعسه، والمدرسين بيشخروا. ده سبب من اسباب الرئيسيه ليه ما بنقبضش المعاش. اما السؤال اللي هو بيساله، انا فعلا سالت الاستاذ سعيد الصباغ، وده راجل مدير في المعاشات على مستوى الجمهوريه، قلت له احنا كمدرسين عايزين نزود معاشنا، واحنا كمدرسين نقبل ان احنا ممكن نتخصم مننا، بس في المقابل
ان انت تيجي بدل ما تديني كل 3 شهور 259 جنيه او 359 جنيه 240 جنيه او 240 346 الله ينور على حضرتك. طب ليه حرام يعني نزودهم؟ فالراجل قال لي لا، الموضوع ده ما يعتمدش على النقابه لوحدها، ده لازم الدوله تشارك في ان احنا نطلع حاجه زي طابع نقابه المهن، ويبقى في جزء بتفرض على الرسوم بتاعه الكتب. وانت حضرتك قلت مصادر الدخل. طبعا احنا للاسف عشان نكون صراحه، واحد قالها لي من الناس القدام جدا، انا اتصدمت من الكلمه اللي هو قالها لي دي، انا اتصدمت اول مره هقولها. نقابه المعلمين لها حصه في شركه بيسكو مصر، كانوا حاطين فيما يقرب من حوالي مليار جنيه كوديعه في شركه اللي هي بتاعت البسكوت. انا اتصدمت، قلت له، قال لي والله العظيم النقابه لها مليار جنيه. انت متاكد؟ قال لي والله متاكد. طبعا ده واحد من الناس القدام قوي. فزي الاستاذ ما قال فعلا، طبعا انت لو الوزاره حسب كلامها، وكان بناء على ضغط، وكان الاستاذ محب طلع في لقاء تلفزيوني واتكلم عن الموضوع ده، فالوزاره طلعت تصريح رسمي وقالت ان بعد ما اشيع ان هناك بعض الخصومات من المكافاه ان ده مش صحيح، وان مفيش اي قرار من الوزاره بخصوص اي خصومات، وان بعض الحالات اللي حصل فيها خصم دي حالات خاصه بمعلمين عليهم متاخرات، وان الخصومات دي تمت من الادارات الماليه في المديريات مش من الوزاره، لانها دي متاخرات خاصه بالمعاش او المكافاه او غيره، وان اي معلم يقع عليه خصم يرى ان هو غير مناسب او غير العوامل اللي ادت لفكره انتشار فكره الخصم. لكن هو طبعا الفكره دي اتهاجمت، يعني في ناس اتكلمت على ان صندوق الزماله ده اساسا صندوق مستقل، النقابه لا تملك انها تتدخل فيه او تخطب من ال 7% بتاعته. في برضه ناس قالت لا، ده هيئه الرقابه الاداريه هاجمت المساله ديت وقالت ان ده تحايل من النقابه. وزاره التربيه والتعليم قالت بقى ايه؟ قالت ان احنا ما لناش تدخل، وان اذا النقابه اقرت العمليه دي خصم 2% فاحنا هنلتزم بالعمليه دي وهنخصم ال 2%، بس في الحاله دي مش هيبقى بقى خصم من ال 7% بتاع صندوق الزباله، لان هم لا يملكوا خصم صندوق الزباله، ده حاجه مستقله، لكن هيبقى 2% غير ال 7%، يبقوا 9%. وفي كل دول العالم موجوده، ويقول لك هنعمل قانون يجرم ويفضل ينهيك بالحاجات دي كلها. احنا نطلب حسب الشرع بتاع ربنا في اي حته في اي دوله افريقيه مرتب عالي، ونفضل ندوق عليه، نمسك كده المرزبه والشاكوش ونفضل احنا مش عايزين غير ده. عمره بقى لا هيجي لك خصم مرتب ولا هيجي لك خصم مكافاه، بل بالعكس هيفكر ان يزودك 10. طب هديك 10 في 10 في 20. انما كل ده معلش انا اسف يعني دي اسمها مخدرات بيلعبوا بينا واحنا عارفين وبيضحك علينا وعمال يدخلك في حتت في زقايق وانت عايز تمشي في الشارع. اطلب الكبير. احنا وكارنيه الدخول بيشمل خدمات واشتراك النادي، وعدم تأجير أماكن من النادي لجهات والحصول على مقابل هذا الإيجار، أو وجود جهات تدير قطاعات معينة. مين الجهات دي؟ لازم نبقى إيه؟ معروفة. وغير العاملين عمل كارنيه نادي أو اشتراك بالنقابة لغير العاملين. وآخر حاجة النقطة اللي اتكلمنا فيها اللي هما إيه؟ تسوية المؤهلات اللي حصلت عليها الإيه؟ المعلمين في آخر 3 سنين اللي اتكلم عليها أستاذ محب.